مسألة من مسائل الفلك أو علم الأرض. يقول الأرض مستوية، الأرض ليست كروية، مسطحة وليست كروية. دليلك يا أخي؟ قال تعالى: وهو الذي مد الأرض. طيب، هل المد يستلزم تسطيح الأرض أن تكون مسطحة؟ ما يمكن تكون كروية وهي ممدودة. فإذن الاستدلال هذا غير صحيح. يعني الاستدلال على أن الأرض مسطحة وليست كروية بحديث أو بقوله تعالى وهو الذي مد الأرض غير صحيح. فإن الكرة الكبيرة مهما سرت عليها ستجدها ممدودة أمامك، إلى أن لو طفت عليها مرات ستجدها ممدودة أمامك. سبحان الله، لو كان مستطيلا أو مربعا خلاص كان له حافة وهاوية ونهاية. كان واحد قال خلاص وصلنا إلى الهاوية، نهاية العالم، نهاية الأرض، خلاص بعدين اللي يمشي الأمام يسقط في الفضاء خلاص. لكن هذا غير حاصل. بالعكس، الشيء الذي دائما ممدود وليس له حافة ونهاية، يعني هذه الكرة.